بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وصوت امر اذان الله بصير من العباد فان تولوا قل حسبي الله لا اله الا هو توكلت هو رب العرش العظيم. مالك يا حاج؟ بعد يعني يا جماعه طبعا زي ما انتم شايفين الوضع صعب جدا امام مقابر بورسعيد في الاثنين. الوضع صعب، عايش طبعا عيشه غير ادميه زي ما انتم شايفين في الشارع كراتين والزباله وحاجه ما يعلم الله ربنا. انت حاجه، طب انت حاجه وحيد الناس دلوقتي لو رحت لو وصلت ضر عايز تعيش فيها لا ضر عادي. طيب بص يا حاج، انت دماغك بتعورها ماشي ليه دماغي دي كانت عايزه عمليه ترقيع، ياخدوا من ملكي يخفوا فيها واتحجزت في المنصوره عشان اعملها بس بديت عيالي عني لان انا عايشه هنا. انت اصلا منين؟ وليد ايه؟ بنتي عملت ما عملها لها من كفر الحنان على انا من الشرقيه. بص الوحيد اللي طب دلوقتي انت لو كل مكان هروح لو كان على حاجه مع الست الطيبه دي حلوه هعيش يعني لو جالك اي حد حاجه واحد اللي ما تجيبش في الفيديو ما تقوليش حد واحد اللي ما تجيبش ثاني واحد اللي انا اروح اي حته في بورسعيد لو كنت تحت سلم الا لا وانا برضه انا اعرف اجيب لك تعرف تخدمي نفسك بعرف استحمى وبعرف. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين طبعا هي رافضه تروح اي مكان تعيش فيه، لكن ان شاء الله توصل لها برضه اوضه. الناس يعني كلمونا كده ان شاء الله هيجيب لها اوضه ان شاء الله عشان تبدا على الاقل تعيش حياه كريمه زي النوم الصعبه اللي هي فيها دي. نفس الناس ربنا الانسانيه عن هو الانسان. الست الطيبه دي عندها جرح في دماغها، الجرح اللي في دماغك ده بقاله كام سنه؟ الجرح ده بقاله 30 سنه. 30 سنه بتعالجي منه حاجه كويسه؟ بعالج كل يوم بغير يا اما في السنون يا اما بضرب المنظمه عشان معيش تقعد معاك هي رفضت؟ هي رفضت حتى رسوم القلب. طب انت كنت متجوزه ومطلقه حد؟ ده طبيعي كده. ده الشيخ ده حاجه؟ الشيخ احسن. زي ما انتم شايفين اهو الحاجه زينب بتشيل حاجتها اهيت، بتشيل حاجتها وهتروح ان شاء الله الغرفه. حاجه ما عادش في عشش تاني. لا ولا عشش ولا كيشش. الله يبارك لك يا حاج، الله يصلح حالك. انت فوق راسي، انت فوق راسي. قولي يا رب. تمام بس من واحد نفسه. فوق راسي يا حاج زي امه فوق راسي. والله انا امبارح بالليل ساعة صلاة الفجر وانا قاعدة كده قبل الفجر بيجي ساعة بحلم اول ما رضا جت قلت لها اقعد. ان انا جيت لك بقى واتكلمت معاك وانت قلت لي في اوضه الايجار. بس ما خليتهاش تاخد شطور الا لما ايه هي قالت لك ايجار الاوضه كام؟ قلت لها اي حاجه انا هدفعها لك. خلاص ربنا يا رب يناديك. يلا ادعي بس يلا فوق راسي لما حاجتك براحتك. يلا انت فوق راسي وعينيا دي. انت فوق راسي يا حاج. انت عارف الاسم ايه؟ اسمه كمال المصري. كمال المصري. جامع الشهر كنت ببات حليل واحد صورني برضه قال لي انا هجيب لك شقه وانتوا تشحتوا ومعاكم ملايين معاك كم مليون يا جميل؟ لا معايا نص اللي مع دي انا اللي هجيب. معاك ربع وعلاجها شاشه. كل ده ربنا يشفع عنك. لو معاك ملايين الدنيا انا متكفل بان انت تقوم من هنا والايجار انا راح ادفعه لك الشهر ده ان شاء الله. وده الشخص كمان ان شاء الله. قلت لهم من محمد الان لو هو قد يشفع على الايجار كان هزار. اصحابه جابوا لي حته في الساعه. وابنك مش قادر ان يبقى يدفع
سنة كام؟ أولى سنة. وبنتك بنتي أخذت التليفون متجوزة؟ وكانت في قصر الثقافة. متجوزة؟ إيه؟ ما رضاش يروح الشقة. اللي هو طليق؟ اللي هو أبوه. اللي هو طليق عارف مين اللي شغل؟ وراح يسافر معاه مصر. انت قلت لي بتاع قصر الثقافة. لا والله. طيب المهم حاجة هاجي معاك مطرح ما تروح لبص لو كنت تحسسني وفيها جرة مية أكتب نفسي والشرطة وأنا فرق ربنا اللي مكتوب لي ده أنا هتحاسب عليه لما أخش القبر. لا يذكر الحق غصب عنك. الناس كتير على سنة عيد الأب في رمضان هو أنا كنت الحمد لله سمعت من طيبة. اسمها الحاجة زينب؟ ليه رافضة تروحي أي درة عادي؟ بس بصراحة قال لي مش ناقصة حتى بسيب غير السجون اللي مرت عليا. خالص الدنيا بقى. ها؟ بص سجون الدنيا سجون الدنيا والآخرة اللي محدش ينفع أن يشوف مرمطة. واحنا لما مشي وقالبني قال لي تروح شرم المسلمين قلت له لأنه ضلي أنا كنت قولي يا رب. بقول يا رب أوصل لبر الأمان. أوصل لبر الأمان اللهم صل على على حبيب إيدك. محمد. خلاص وصلت يا حاج. على إيدك. لا هو ربنا اللي بيجعلنا أسباب لبعض. يلا توكلي على الله محبك كده عشان ده عن العيش والفراخ اللي أنت عاملها. يلا. كانت من ده يعني. معلش أنا قعدت أنت عارف ده لسه عندنا أنا قعدت أخد الشتاء كله على دماغي ما كانش في حته. يلا الله يمديك. بس الواحدة محامية قالت زي ما ده سطر نفسه واستروح. الله يستر الله يستر. يلا جماعة زي ما انتم شايفين الوضع صعب. بكرة إن شاء الله في شقة بإذن الرحمن. وهي تقع الإنسان وهي مصر الطيبة. الست الطيبة هي أصلا من الشرقية. في نفس الوقت بنتها متجوزة وفي بيتها وحياتها وبتيجي تشوفها على مسمع بنتك مش رمياكي ولا حاجة وبنتك كويسة معاكي. لا هي كويسة بس ما لقيتش مش أنا أبوها مش كده. يا جماعة الكارثة الكبيرة إن جوزها كمان عامل عشة جنب التاني وبينام فيها ووضعه كمان يعني بس هو قادر يعني إن هو يعمل كل حاجة الراجل عافي مش معاه فلوس. معاه فلوس على بتاع الكاوتش. يلا ربنا يديك له حاجة دنيته أهم حاجة إن إحنا ننقذ الست الطيبة دي اللي جالي بيها استغاثة وإن شاء الله نشوف حلقة من حياة الجميع. يلا حاجة بسم الله يلا توكلنا على الحي الذي لا يموت يلا. توكلنا على الله يا جماعة معلش هتنام تاني في الشارع. خلاص يلا بسم الله على الأقل من مهلك. حاجة نوم تاني في الشارع لا. خلاص رايحة أوضة هي وبأمر ربنا سبحانه وتعالى الموضوع منتهي بعد كده خلاص. لا أمر ربنا هو كل شيء ولا حاجة أنا السبب بس. على مهلك يلا. انت الوسيله اللي خليك تروح الحته. الحمد لله الله يسترك على اللي مهلك يلا. يلا يا برنس. يلا حبيبي. قفلت الفيديو؟ لا ما ماشي شغال ده. يلا يا حسن. هنركبها هنا عربيه هو صور الولد اللي هو السواق صوره. لا يا عم صورها عشان يبقى يا جدع. جماعه العزال بتاعها اهو زي ما انتم شايفين اهو العفش بتاعها. بالعربيه. عشان ايه؟ يقول لك انا مش عارف الله يعين على هي فين. بسم الله والصلاه والسلام زي ما انتم شايفين يا جماعه الحاجه زينب هي كسرنا العشه بتاعتها ماشي هتقعد فيها ان شاء الله في الشقه. عشان ما حدش ينام فيها تاني ويتعمل وقر بعد كده. يتعمل طهاره ما حد بقى اي حاجه خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين الست ان شاء الله ما عادش تنام في الشارع وندفع لها ايجار شهر وهي بعد كده هتتكفل بايجارها هي وابنها هيدفعوا الايجار. لكن احنا دلوقتي عايزين بس نعرفكم ان هي ماشيه هي جبنا لها اوضه ب 1000 جنيه الشهر هندفع لها اول شهر بوجه الله من الجيب الشخصي وبعد كده هم بقى ايه بيتعاملوا. هي كان كل هدفها مكان يحتويها من الشارع ومش دايم. ربنا قدرنا الحمد لله ووصلنا مع ناس ولاد حلال طيبين هنقعدها عندهم هم عارفينها وعارفين ابنها وجوزها وقرايبها وفي نفس الوقت دي في الشرقيه يا جماعه مش من بورسعيد. فهنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه ارض الله واسعه مش عارفين نقول الاغراب بوظوا منظر بورسعيد ده منظر المسلمين ده. بالله عليكم ده منظر
حاجه الوقعه دي بتاع الكهرباء. لا مفصوله مفصوله. طب يلا يا حاج توكلنا على الله، خد العروسه بتاعتك اهم حاجه اهي. يلا يا عسل. عدى. ماشي يلا توكلنا على الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا حاج الله يعينك يا رب. بيعتك كسرناها ورايحه اوضه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين انا معاها اهو. تعالى يا حاج كده معايا التاكسي يلا. يلا. اركب انت وصلنا ليك بسرعة. تعالى تعالى. يلا روح. يلا عاش بطل دبابة كيمو. يلا يا حاج يا زلمه خلينا نخلص من المصيبه اللي انت عاملها لنا دي. يلا حاجة يعني بعد ما جبنا العربية. احنا قاعدين اهو. مش عارف اسأله هو اللي عارف. قدام العروسه اهي. هتكسب. بص ولا بص كده تعال تعال. بص ده حاج على مين؟ على مين؟ ايه ده حاجه ده ايه ده؟ ايه المصيبه دي؟ ده حنة دي. حنة؟ اصل انا حنيت امبارح. طب يلا. الصلاة على النبي يلا. يلا عاش. دبابة الله أكبر عاش على مهله. هيتقلب على وشه على مهله. لا المقشه بتاعتك كمان؟ هات المقشه. جايبه واحده جديده. جايبه واحده جديده عشان طب سيب بقى دي، سيب دي خد هي دي. عايز تودي. طب يلا حجوجة. عشان واحده للشارع وواحده يلا ست الكل. ماشي على مهلك خلاص.